كشف بيان رسمي اليوم الاثنين تفاصيل حريق مستشفي جامعة قناة السويس والذي وقع صباح اليوم الاثنين. الحريق وقع بمكتب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومكتب السكرتارية الملحق به داخل المبنى الإداري لمستشفى الجامعة. فور وقوع الحادث تم التعامل بشكل عاجل، حيث تم فصل التيار الكهربائي عن المبنى. شارك العمال في محاولات السيطرة على النيران خلال وقت قصير. أسفر الحادث عن إصابة 25 من العاملين بحالات اختناق، تم إسعاف 14 منهم داخل المجمع الطبي على الفور، بينما نقلت 11 حالة إلى مستشفى الجامعة لتلقي الرعاية اللازمة. غادرت جميع الحالات المستشفى بعد الاطمئنان على سلامتهم. الصور المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي تعود إلى عام 2019 ولا علاقة لها بالواقعة الحالية. استأنف المستشفى عمله بشكل طبيعي، حيث تواصل جميع العيادات وأقسام التحاليل والأشعة والطوارئ عملها بكامل طاقتها دون أي تأثير.